ايه ده ايه كل المعاناة دي؟ لو عايزين تعرفوا ازاي تخلصوا من كل الألم والوجع ده، تعالوا اقول لكم ازاي. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده يبقى انتوا مش متابعيني. خامس حلقتنا. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الحشوات للضروس والاسنان. ايه ده؟ هو انتوا لسه ما شفتوش الحلقات اللي فاتت؟ دول فيهم معلومات مهمة جدا ومفيدة. روحوا شوفوهم وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وللي متابعني وعدتكم في الحلقة الثالثة اني هتكلم عن حشو العصب. التسوس لما بيخترق طبقة المينا والعاج ويكمل وصولا للعصب، اللي قلت لكم هو نسيج فيه أوعية دموية مرتبطة بأعصاب الوجه والفكين. أول ما بتوصل له البكتيريا بيبقى مكشوف للهواء والمية والأكل، وبتبتدي المعاناة والألم الفظيع. وطبعا في الوقت ده بنفتكر إيه؟ نروح لدكتور الأسنان. طيب ولو ما رحناش وفضلنا ناخد في مسكنات عشان نهدي الألم الفظيع اللي احنا حاسينه، بجانب طبعا ان كتر المسكنات الفظيعة اللي بناخدها عشان نسكن الألم كل شوية هتدمر معدتنا والكلى، فالسكوت على الوضع ده بيخلي البكتيريا تدمر العصب كله وصولا للعظم. ولما بتوصل للعظم وتبتدي تنتشر البكتيريا أكتر وأكتر وتقفل على نفسها جوه، بتعمل ما يسمى بالخراج، وبتبتدي ساعتها تأثر على العظم ده بإنها بتاكل فيه. فمن كتر التجمع والانتشار بتاع البكتيريا ده بتلاقي وشك ورم من الالتهاب، وابتدى الموضوع تحسه في كل أعصاب وشك، مش قادر تشتغل، تعيش، تاكل. وبرضه بنفتكر إن احنا نعمل إيه؟ نروح لدكتور الأسنان. احنا بقى بنعمل ايه عشان نريح الألم ده؟ لو جينا بدري في المرحلة الأولى لمجرد الشعور بالألم البسيط، ممكن جدا تكون البكتيريا ملحقتش توصل للعصب، وبتكون بس وصلت لطبقة العاج اللي بيبقى فيها أنسجة حيوية بتسبب الحساسية لقرب الأنسجة الحيوية اللي فيها أنابيب دي للعصب. فممكن الموضوع ينتهي بحشو عادي بس لطبقتين العاج والمينا. ولو عايزين تفاصيل أكتر عن طبقات الأسنان تقدروا تشوفوا الحلقة الثالثة، فيها تفاصيل مهمة. أو ممكن تكون البكتيريا وصلت للعصب بس لأوائل الأجزاء منه بس، فساعتها بنزيل التسوس بعد عزل الضرس اللي احنا شغالين عليه أو السنة بالعزل المطاطي من بكتيريا الفم واللعاب. بنقدر نحط زي دواء كده يحمي بقية العصب اللي لسه ما وصلتلوش البكتيريا، عن طريق تكوين طبقة بتعمل زي حصن كده يحمي العصب ويعالج الجزء اللي اتكشف منه. يسمى بعلاج العصب الحي أو الفيتال بالب ثيرابي. فساعتها العصب بيحافظ على حيويته وبيرجع تاني غير متضرر، وبنتابع مع المريض حيوية العصب ووجود أي ضرر من بعد العلاج كل أسبوع، وبعد كده لمدة 3 شهور لحد سنة كاملة. إذا بقى حس المريض في الفترة دي بأعراض ألم شديدة، ساعتها نلجأ لعلاج العصب الكلي، اللي كمان بنلجأ له لو المريض من الأول كان جاي لنا بأعراض ألم شديدة جدا واتسكت عليها لفترة طويلة لحد ما البكتيريا كشفت العصب لمدة طويلة. نعمل إيه بقى ساعتها؟ بنزيل التسوس وصولا للعصب. لو في الأسنان الأمامية، فأغلب الأسنان الأمامية بتحتوي على من 1 ل2 قناة عصبية. أما الضروس الخلفية فممكن تبقى 2 3، وساعات الضروس الخلفية اللي هي الطواحن بنلاقي فيهم 4 5 وممكن كمان لحد 6، بس ده بيبقى نادر شوية. وطبعا كل ده تحت تأثير البنج الموضعي القوي. بنفتح كل القنوات العصبية دي اللي بتكون بطول الجدر، ونزيل كل الأنسجة بتاعة العصب اللي هي متضررة وفقدت حيويتها ومليانة بكتيريا، باستخدام حاجة اسمها فايلات. هي عاملة زي مسامير رفيعة كده بيتعلق عليها أنسجة العصب وأي بكتيريا جوه. وبجانب ده فهي كمان بتقدر تهيئ شكل الجدر لوضع حشوة العصب، بيكون ليها شكل معين لازم نرسم الجدر باستخدام الفايلات دي عشان نقدر ندخلها جواه ونحشي الجذور مظبوط. وده بيتم باستخدام أجهزة متطورة، جهاز بنقدر نقيس بيه طول كل قناة عصبية علشان الحشوة توصل من أول الجدر لآخره، وده طبعا بيكون عرضا وطولا.
طولا، وجهاز تاني بنستخدمه لتركيب فايلات متطورة بتعمل على تهيئة شكل الجدر بالطريقة السليمة والمظبوطة لدخول حشوة العصب. وما بين كل فايل وفايل بنستخدمه لتوسيع وتنظيف القنوات نستخدم محلول مطهر بيكون محطوط في سرنجة. ليه في سرنجة؟ عشان لما اجي اضغط على السرنجة دي اضمن توزيع المحلول في كل ملي من القنوات العصبية لقتل كل البكتيريا اللي جوه. وطبعا بنكون عاملين العزل المطاطي اللي اتكلمنا عليه في الاول، لان حشو العصب بيحتاج ادوات كتير، فبنكون ضامنين ان واحنا شغالين ان لا قدر الله ما يقعش اي حاجة من الادوات دي في فم المريض يبلعها غصب عنه. كذلك ان المادة المطهرة دي واحنا بنحقنها ما يقعش منها جزء في فم المريض ويبلعها. وطبعا لو احنا مش مستخدمين الورقة المطاطية واللعاب دخل تاني اللي بيبقى فيه البكتيريا اللي بتبقى في بقنا، ده هيبوظ كل التطهير والشغل اللي احنا عملناه. وبعد بقى ما بنخلص تهيئة القنوات العصبية لدخول حشوة العصب بندخلها لكل قناة عصبية ونصور أشعة بنتأكد منها إنها داخلة في كل القنوات العصبية مظبوط، ونكمل الحشو ونعمل أشعة تانية نشوف بيها المنظر النهائي. لو بقى اتأخرت على دكتور الأسنان وصولا لحالة تكون خراج، لو جيت ولسه الخراج متكون نوصف مضاد حيوي، ولازم احنا اللي نوصفه على حسب حالة الخراج والضرس. فرجاء ما تاخدش أي مضاد حيوي من نفسك إلا بعد زيارة دكتور الأسنان الأول وأخذ المضاد الحيوي الموصف فقط من قبل الطبيب. نستنى بقى الخراج ده يختفي الأول فنقدر نشتغل ونعمل حشو العصب، لأن وجود الخراج والتجمع البكتيري الرهيب ده بيخلي البنج صعب يعمل مفعوله. وكمان لو تدخلنا في الوضع ده ممكن نتسبب في نشر البكتيريا الأجزاء السليمة حوالين الضرس، وكمان المريض مش هيبقى تماما مستحمل ان هو يفتح بقه او يستحمل الشغل اللي ممكن يتم. نستنى المضاد الحيوي يعمل مفعوله بعدين نتدخل بمجرد ما يتصرف الخراج. واحيانا في حالات التجمع البكتيريا الصعبة جدا بيكون المريض خد فيها مضاد حيوي والمضاد الحيوي ما عملش مفعوله، بنضطر ان احنا نفتح الخراج ده جراحيا للتخلص من كل التجمع البكتيري ده وتطهير المنطقة دي كويس جدا ونسرع عملية الشفاء عشان نقدر نتدخل في اسرع وقت نعمل حشوة العصب. اما بقى لو اتسكت عليه لحد ما شعور الالم اختفى، معنى كده ده بيكون العصب فقد حيويته تماما واتحلل، عشان كده ما بقاش فيه احساس الم. فبعد ما بنفتح ونطهر كويس نتيجة وجود البكتيريا جوه، نحط دواء جوه العصب ونحط حشوة مؤقتة، ونرجع نشيل الحشوة المؤقتة تاني بعد ما بنكون سيبنا الدواء جوه فترة من 7 ل10 أيام وممكن توصل لأسبوعين، عشان نقدر نضمن إن تخلصنا من كل البكتيريا اللي جوه نهائيا. بعد بقى ما بننتهي تماما من علاج العصب لازم في أسرع وقت يكون الضرس أو السنة اللي احنا اشتغلنا فيهم يتركب لهم طربوش، اللي أيضا ما يسمى بكراون، لحماية الضرس أو السنة، لأن بعد ما بيفقدوا حيويتهم والعصب اللي كان جواهم ويتاكل منهم جزء كبير بسبب التسوس، صعب انهم يتحملوا القوة والضغط الواقع عليهم بسبب الاكل والعظم على المدى البعيد. فلو ما تركبش عليهم بقى شائع جدا ان يحصل كسر في الضرس او السنة، وساعتها بيكون مفيش امل منه وبنضطر لخلعه. وبرضه لو صبرنا عليه لحد ما التسوس ياكل فيه تماما وما تدخلناش بان نحشي العصب، برضه التسوس هيفضل مكمل في الضرس ويوصل لحد العظم، وساعتها الضرس برضو ما بيكونش منه أمل. عشان كده لازم نحمي الضرس أو السنة من كل ده بالتركيب عليها مباشرة بعد الانتهاء من حشوة العصب. بس مش يعني بعد ما نخلص حشوة العصب هنركب على طول، بس بنمشي في الإجراءات اللي المفروض بتاخد أقصى حاجة أسبوع. وفي حلقتنا الجاية على طول إن شاء الله هكلمكم بالتفاصيل عن التركيبات وإزاي بنعملها وإيه الإجراءات اللي بتتم. فياريت اللي عنده ضرس أو سنة التسوس فيهم وصل للعصب وجرب وجعه وعمل حشوة عصب وركب عليها وبقى في الأمان، يعالج باقي أسنانه لو فيها أي تسوس حتى لو بسيط، وما يستناش لحد ما يتوجع ويفقد العصب بتاعه. بدل ما كان هيعالج أسنانه بحاجة بسيطة الموضوع يكبر. ونحافظ على أسناننا السليمة، وتقدروا تشوفوا الحلقة الأولى عشان تعرفوا إزاي بنغسل أسناننا صح ومحتاجين إيه لده. بس كده، لو عجبتكم الحلقة ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو بتتابعوني من اليوتيوب
اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. ولو بتتابعوني من فيسبوك، تيك توك او انستجرام، يا ريت تعملوا لايك وفولو. ولو عندكم اي استفسارات او اي اسئله يا ريت تبعتوها لي او تسيبوا كومنت، انا هرد عليكم اول باول ان شاء الله. واشوفكم الاسبوع الجاي ونختتم بحمد الله، والسلام عليكم.